الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أتحدث اليوم أيها المؤمنون عن خلق رفيع يرضاه الله تبارك وتعالى لأنبيائه ولرسله ولعباده المؤمنين الأتقياء الأصفياء الصالحين. هذا الخلق هو خلق التواضع. فالله عز وجل قال لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. التواضع، خفض الجناح، هذا الخلق أمرنا الله عز وجل به، فقال صلى الله عليه وسلم: أوحى الله جل وعلا إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أيها الإخوة المؤمنون في هذا الحديث بأن الله عز وجل يمارث ديامار الأمر يخص كامل عباد الله الصالحين يمارث التواضع. الناس خفض الجناح إليه، صب بماليه، يسير قدر العباد، اسعوا ليك، يتشور ذي الحلم، السمزم إيماني، أتسير دائما جيجال يرفع ربي سبحانه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله جل وعلا بمؤمن عفوا إلا عزا. النبي صلى الله عليه وسلم قرض المال يرنو يتكثر يجعل يصاب بركة ما إلا ينفقيت بنادم. كذلك العزة، الرفعة، المكانة، القدر، السعاية، البركة، الطمأنينة، السكينة أتيدي تسب العبد السلام ما إلا يسعى التواضع، ما إلا يسعى العفو، ما إلا يسعى السماحة ذبولينس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أشو دينا ينادي وحاد ربي عز وجل غوري في الليل يمريد التوضع ألم ولاش ولا يتعدينا فيض، ولاش ولا يتشل الحق بيض، ولاش ولا يقلل الاحترام غور ويض. أوحى الله عز وجل إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. يوحى ربي عز وجل يراد المؤمنين السعود خفض الجناح، السعود التواضع،
السعود التنظير هذه السنة القدرانسان ألا ما تتحقق الأخوة، تتحقق المساواة، ودي الثمرة من المحبة لقد التعاون في عيد يوم ربي سبحانه عز وجل. ماذا نهضر في التواضع؟ هذه السلسلة عبد الدين السلم ومسيح السلم لا شو التواضع. هذا الذكر يوم القول يعيد يبير الحسن رضي الله تعالى عنه أشدنا إلى التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. معنى التواضع بتعريفه الجامع الشامل أن تعلم حينما تخرج من بيتك أنك تلتقي مع المسلمين، تلتقي مع غير المسلمين، تلتقي البنت المحجبة والبنت المتبرجة، تلتقي الطفل الصغير، تلتقي مع الشيخ الكبير إلى غير ذلك. فكل إنسان مسلم حينما تخرج من بيتك لا بد أن تعلم بأن له فضل عليك عند الله تبارك وتعالى. ما يفعل الإنسان بالبخار أشوف التواضع إذا قد تحصل كراج عبد الإسلام هذا المجرد أتحصل إسعاف لك الفضل، إسعاف لك الحق، إسعاف لك الواجب. حينما تخرج من بيتك أتفضل قلبي المجرد عباد الله الصالحين، هذه مجرد الإنسان عباد الله الطالحين. في زوج إذا قد تحصل العبد النير إسعاف لك الفضل، إسعاف لك الواجب. نجيبوا مثالين صغيرين وأختم هذا الموضوع. هذه فقير يخرج الإنسان من البيت تاعو يلقى واحد الإنسان شيخ كبير، النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناش نحترم الإنسان الكبير. يلقى الإنسان الطفل الصغير ما علمناش النبي صلى الله عليه وسلم نشفقوا على الطفل الصغير. هذا هو التواضع. يلقى الإنسان المرأة البنت الطفلة ما يحسبهاش الإنسان كي مرتو كي اختو كي بنتو، ما يتبلاهاش إلى غير ذلك. يلقى الإنسان المرافق العامة ما يحسبهاش الإنسان كيما حاجة تاعو. ما يفعل الإنسان من التواضع البخار كان عبد المجرد يسعف لك الفضل الحق الواجب. المجرد الغار أتحس المنبر بك أتقدر أترفع المجرد من عبد الرسيان إذا قد تعلم أطرب بير أستفيد النصيحة. هذه مجرد الإنسان ثمغاز أتحس ضمي المال. المجرد يوس الأخت الآمة أتحس ضم الزوجين الأم مثمال وتتسادل الإنسان ولو كان سوى الناس. هذا هو معنى التواضع مع الناس، مع المسلمين، مع غير المسلمين نفس الشيء. أمير المؤمنين الذي رضي ربي فلاس عمر رضي الله تعالى عنه التقى مع رجل يهودي يطلب. قال شكون انت يا فلان؟ قال وانا انسان يهودي. من بعد قالوا كنت خدام وبالخلاص ما عندي لا رضايا لا والو. واش داروا امير المؤمنين؟ داه معاه. قالوا في المقوله تاعو المشهوره اكلنا شبيبته وضيعنا شيبته. امير المؤمنين يفضل عبادي على غير مله الاسلام يبويس الناس يشوف خدمه، الناس يسميجها خدمه، الناس تمسعبها، الناس نتشاع الشباب الناس اسمي لا يخدم الغلاقي يتسكوا مخلوقات الناس الضيعيت اسمي وغدا الغار. يقول سيدنا عمر يجعل منحة من بيت مال المسلمين لهذا الإنسان الذي هو على غير عقيدته. كذلك قدر الإنسان يمشي في الطريق مع التواضع. المثال الأخير
اللي يحب الانسان قبريل قادر تلقى واحد الانسان طالح، قادر تلقى واحد الانسان خارج طريق، قادر تلقى واحد الانسان دار غير المعاصي. واش لازم تدير؟ الرجل المتواضع واش يدير؟ لازم تحن على هذا الانسان، ما تلعنوش. واش هو؟ تشفق عن هذا العاصي وتكره تلك المعصيه التي يعملها. مرات مظلوم تفرض الكبريت يخدم المعصيه وين هذا العبد اذا قد تشفق في الناس اتحمل اسبع خرس الهدايه وتكرها وتحارها المعصيه اللي يقول لا يخدم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد النهار شاف الصحابه فاتوا واحد مسكين كما نقولوا حنايا السكين، الله يبتلي الشيطان صرف ليه الدنيس يتسخن الخطر والعياذ بالله. كما صير الصحابه تنهارت بمعنى نهرت تعاتبت الناس النبي عليه السلام وتعاوت الشيطان في المثوان. الناس وكيد المثوان اذا قد تسعوا الحنه اثيت الشذاب وتعاون لنا الشيطان في الناس. السبع الخير نسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه نعم المولى ونعم النصير. كاين واحد الإنسان يقول سي محمد مع عائلة تاع إسماعيل يتوفى الأهل الدعوة الخير، سمعوا إن شاء الله اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اجعله من اهل الجنان برحمتك يا رحمن. اللهم اغفر لسائر الموتى وسائر موتى المسلمين واسكنهم في فسيح جنانك، انك نعم المولى ونعم النصير. في واحد الاخطر بالدعاء، اللهم افتح عليه يا رب العالمين، اللهم افتح عليه يا ارحم الراحمين، اللهم يا فارق الحق والنوى اعطي لكل قلب ما نوى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب